سلام خوتي خواتاتي. اليوم غادي نحكي لكم قصة جميلة. قصتنا اليوم على واحد الراجل مزوج وعنده الولاد، عايش في مدينته فقير، ما قادرش على المصروف ديال وليداتو. قال لزوجته غادي نبدل المدينة ونقلب على خدمة، وملي يجيب الله التيسير نكري ونجيبكم عندي. وافقت مرته وقالت ليه توكل على الله. واحد النهار وفاق في الصباح ومشى سافر لواحد المدينة، قلب على خدمة لقاها، بقى تيخدم ويجمع شوية الفلوس، وبدا تيقلب على الكرا باش يجيب مراته ووليداتو. وفعلا بقى يقلب حتى لقى واحد الدار كبيرة بزاف ورخيصة. وبقى تيتسائل، تيقول كيفاش دار كبيرة قلت هادي ورخيصة، ما يمكنش. صافي قال لي مول الدار واش راك موافق تكريها؟ قال لي ايه. بقاو الناس يقولوا ليه ما تكريهاش، راه اللي دخل تما تيموت. هو بقى مصر على هضرته، يعني خصو يكري دار باي طريقه باش يجيب وليداتو عنده. صافي هو يقول مول الدار صافي غادي نكريها. هو يقول ليه مول الدار كاع الغرف غتستعملهم سوا هاد الغرفه ما توصلهاش. قال ليه واخا. وبقى يتسائل كيفاش دار بحال هادي رخيصه، كيفاش حتى الناس يقولوا لي ما تكريهاش، راه اللي دخل تيمون. المهم بقى تيتسائل تساؤلات عنده، بقى يتسائل وكيفاش هاد الغرفه قال لي مول الدار ما توصلهاش، اذا كاين شي سر هنا. ايوا هي هذيك السيد صافي كرا الدار من عنده، جاب اللي خصو تما، نقاها قادها فرشها، ويمشي عند وليداتو ويجيبهم. وصل الليل مشاو ينعسو، ويخرج من الغرفه ويسد عليهم الباب وبرك في واحد القنت وقطع الحس باش يشوف شنو كاين، حتى الناس كلشي خايف من ديك الدار يدخل ليها. بقى تيشوف اش غادي يوقع، بقى فايق وعاس شنو غادي يوقع. وفعلا بدا تيسمع شي حاجه جايه تزحف، صوت تيزحف، شي حد تيمشي تيزحف. وبقى تخبى وبقى تيسمع شنو. شويه هو يبان ليه واحد الحنش كبير بزاف، هو يبقى مراقبه اش غادي يدير. والسيد ما داير لا صوت لا والو، بقى مراقبه شنو غادي يدير. مشى الحنش واحد الحوض وبس تيشرب في الماء، شرب الماء مزيان. هو يدخل لديك الغرفه اللي مسدوده اللي قال لي السيد ما توصلهاش. صافي هي هذيك الراجل هو يديه نعس. ملي نعس هو يحلم شي واحد وقف عليه وقال ليه هذيك الغرفه راه فيها كنز، خودو ولكن ما تنساش تصدق منه طول حياتك. قال لي الصدقه ضروري، هذيك الغرفه راه فيها واحد الكنز، ولكن ملي تاخذه ضروري تصدق منه. هو يفيق الراجل وبدا تيصبح الحال، والحنش خرج من الدار. الراجل بدا تيفكر خاصو يتخلص من الحنش. هو يمشي خرج مشى يخدم ويمشي ويشري واحد الدواء باش يتخلص من الحنش ضروري. يعني ملي داك الراجل تيوقف عليه فين ما ينعس، يوقف عليه يقول ليه داك البيت راه فيه الكنز، ديك الغرفه فيها الكنز. صافي فكر باش يتخلص من الحنش باش يتهنى. في واحد الليله ولادو ناعسين، غلق عليهم باب الغرفه
ومشى هو يدير الدواء في الماء تيشرب منه الحنش في داك الحوض، هو يتخبى وبقى مراقب حتى دخل الحنش، مشى نيشان الماء ويشرب منه شويه وبدا يتلوى وتيخبط، تيتلوى ويخبط داك الحنش تيتلوى ويخبط. هما يفيقوا ولادو بداك الصداع اللي سمعوا، فاقوا مرعوبين. ملي فاقوا مشى تيجري ليهم، دخل مراتو وعاود سد عليهم الباب وقال لهم ما تخرجوش حتى نجي عندكم. بقى مقابل الحنش حتى مات. خرجوا مشى معاه تهنى منه ورجع للدار وحل ديك الغرفه اللي كان تيدخل ليها الحنش، ولقى حفره كبيره. هذيك الحفره الكبيره هي الحجر اللي تينعس فيه الحنش، الجحر عفوا، هو الجحر ديال الحنش. وبقى يحفر ويلقى واحد الكنز كيف قال ليه السيد اللي تيوقف عليه. لقى واحد الكنز كبير، داك الكنز ما يتحصاش، يعني غادي يعيشوا هو ويعيش ولادو. صافي السيد هو يولي من اغنياء البلاد ودار التجاره، ولا وليداتو في شكل ومراتو سكن في ديور هما، يعني كل شيء تجارته توسعات ووليداتو كبروا. وكان تيصدق فعلا كي قال ليه هذاك السيد اللي تيوقف عليه، فعلا كان تيصدق ملي خدا الكنز هو تيصدق منه، تيصدق دار تجارته ووسعها كبرت ليه ولا السيد ولا واحد اخر. ملي كبروا وليداتو دخلهم معاه في التجاره ويوصيهم واحد الوصيه. حقا صافي الراجل كبر بدا يكبر، بدا تيقول ربما غادي يجي واحد النهار غادي نموت. وصى وليداتو قال لهم شوفوا ولادي، ولا جاب الله الموت غادي هاد الكنز ما يمكنش ما تصدقوش منه، داكشي اللي تندير انا ديروه نتوما. صافي قالوا ليه واخا. كبر الراجل، مرض مسكين، هو يموت والامانه دا امانته. صافي وليداتو داكشي اللي قال لهم باهم تيديروه، بقاو حتى هما تيصدقوا، تزوجوا ولدوا حتى هما وليداتهم. المهم بقات هاد الوصيه اللي وصاهم باهم حتى هما مشاو عليها، وقصتنا سالات حتى لهاد الحد. وشوفوا دابا سبحان الله، الرزق فين مكتاب ليه، ما كتبش ليه في بلادو فين تزاد وكتبوا ليه الله في بلاد اخرى. الحمد لله على كل حال، وميعادنا ان شاء الله مع قصه اخرى. السلام عليكم.